أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 90 من دروس فقه السنة النبوية، والدرس 14 من محور الاقتصاد الإسلامي، قواعد وقيم. وذي الحلقة 4 من موضوع التوزيع، قواعد وقيم. وذي الجزء الثاني من موضوع الميراث. بعد هذا البيان نشرع بإذن الله تعالى في الشرح المفصل. أكون سمحي غاية مثلا المحور رقم قران ينطف الاقتصاد الإسلامي، قواعد وقيم. لانت القواعد للراجل قواعد، لانت القيم لفالور مواضيع علمية مهمة، لها علاقة مباشرة بحياة الإنسان في مجال حيوي هو الاقتصاد. ثذمسة نقارن يعني قبائلي ثذمسة، ولكن نخدموا بواحد القاعدة اسمها لا يدرك كله لا يترك جله. يعني أدنفك القواعد العامة، الخطوط العريضة، لي جراند ليني، قواعد العامة والخطوط العريضة والمعالم الكبرى لفهم هذه المواضيع. إذ مثلا أكون تسمي كثير غدا ذي الدروس اللي عندنا نكشم ذي موضوع التوزيع. لأن المال مثل يكسب ومذان يكسب سي الحلال سلع ثافيس ثيذيس تريكا ديور في مولانيس ذي الهبة دوناسيون إفكايس ديوان نغيوني جاسد تستامون وصية. المهم يكسب يجري مال نيس المال الحلال بعدما يكتسب الإنسان ملكية مباحة من مصادرها الحلال. ثم نكشف دي التداول، نشرح فيما سبق موضوع تداول رؤوس الأموال والأرصاد إلى آخره. من بعد المحور النقطة ثانية في التوزيع، ندق التوزيع على مستوى الأمة، على مستوى الفرد. على مستوى الفرد نهضرت في الهبات الدوناسيون، نهضرت في الوصايا، نهضرت في الميراث. الميراث قلنا دايث مثلا ضربي في يفضان ثقي داين زر وكين سلمنا كن مالان وقفضان تريكا ضربي سبحانه عز وجل. مادام ضربي صافي كل قرا غير فغلا عقل نغاسيني اي غر ذروس اي غر طاس خاطر ما يكشمد اي غر اشوغر اشيمي اين اخذ انت كل امور ياك. ولكن مادام ضربي يقفضان ضربي يدير رزقا ضربي يقفضان نكوني ادريني نسعى القنيعه مرحبا سواين ديالنا ربي ذنفي يكفى ووال. ولكن للاسف داين يقرحن ثاسه داين يجرحن ولاون اطاس مثلا يقتم الشاون يقتم خلفا السباد الميراث ما كيكون درسني عاد تفضل مثلا تذوك لي ثاجمات الخير ربح اكن راي مثبافه السن أتمشاون ذي القيرة أغنزو القيرة الشروعات اللي تضرب ذا شو السبا كيني المخالف ثما زيرت بوادان أو ثما زيرت فلا نغا خام نغا حانوت نغا كروس نغا ذريم تفغى العقل ما نفغان كسا كل محنا يجي كامل. أما كده درسني عدان من خصائص علم الميراث عدم القضاء على الأطماع والنزاعات بين الناس بين الورثة. من مقاصد علم الميراث وعلم الفرائض عدم تكديس الثروة في يد شخص أو بعض الأشخاص. لازم تتفتت تفتيت الثروة بين الورثة إلى آخره. أكثر من ذلك أن التقسيم كان عادلا ولا يزال عادلا وسيظل كذلك. مع انتهى ذين سلمني الله أدنيني أنفضوا التريكة أكن دينا ربي ذنفي وفرات إذا غنفغاك سي ثلوفة وريد سيلي مغنزو وريد سيلي الخلاف بالعكس تسيلي ثاكمات أكثر. نكوني نهني بابا ثنغنا ذي هني قارني قبايلي باش هذه هني الفلاني
ذوك زكايس خاطر ما إلا يجا تريكا الراويس د الكيرا أشينو وريه النار على كل حال وكذا هو كان يخدم الصلاح سي بون يعني يخدم ثيغلث الاخر توفرات ماشي ما مشى وراويس غانت هذه يخلص خاطين صوف ما نتي السبه ما نتي السبه يخدم التمييز يخدم الباطل يخدم محياف هذه خلص يا صلاه والسلام ينادي اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم واعدلوا بين اولادكم اقواد ربي خدمت العدل ير دريانون اذا نهضر درسنا عندنا كخلاصه كان كسريعه ناد باللي تركه تسع الحقوق قبل نفضوا تركه الى قد تنزيزدي تصفيه الميراث امشى تنصفي الى قنكس لي دات ديون باباتنا غيموت ونتحرر غنفضوا التركه انكس الديون يكتوالس باباتنا يتساسس الفلانيه مليون انخلصها مليون الفلاني 15 مليون 15 مليون انصفياك التركه دي جا باباتنا ما يلا يجاد الديون للدات وذا ما يوسف وراء العشور وري الزكاره يبضد الوقت لاوان باش هذه يزكي وري الزكاره اما يظن يفغي سوف راس العقل لهلاك اما يغفل سمحتين غيما مهمل هكا ليون كاليتي ما الزكاه كي نكون تزكي غيره صار الشر غيره سيدي وذا ثابي وما نزكيش نكوني الدريه الى قاني لي الدريه يتسقوذنا ربي ذا يقسعن ولاو نحنينا في مولى النسم انزيز دي تريكا من خلال اخراج مبالغ الزكاه اكاتيزدي ارنو ياس اما الى بابات نغيجاد وصيه تستامون وصيه الى قد تنطبق سلامه الايه درسني عدان من بعد وصيه توصون بها او دين وشرحنا هذا الامر فيما سبق المعنييس لي تستامون ديجا بابات نغ إلاق ليكزيكسيون لابليكاسيون نطبقوها ولكن في حدود الثلث معناه لو انتيير ماكسيموم ما يجاد 60 تزمرين يوصاد في 30 نو نطبق كان في 20 خاطر انتيير من 60 ل 20 ثلث زياداني ولي الورثه اشاثينهم ما قبلا مقبلنا راه نطبق راه لا لي ديتاي يبغى لك شي سنت المهم ثورة ساقيت مثلا درس بوسا قواعد وقيم في توزيع الميراث أدفذرا ثلاثة القواعد ثلاثة تيم قرانين ذيك سنت كل شيء القاعدة ثم زواروث القاعدة الأولى ضبط أو تحديد أصناف الورثة ثقي قاعدة ثم قرانت المعنييس الشرع سيدي ربي يفضى الورثة ثلاثة الأصناف تروا كاتيجوري الصنف مزوارو اسميس أصحاب الفروض الصنف والسين اسميس العصبات الصنف والثلاثة اسميس ذوو الأرحام كان كاس المغاولة هيد شرحه أصحاب الفروض شو المعنيس ذو الورثة يقسعان أمور نسن يفقني في ضربين غنفي صلى الله عليه وسلم بعدين يفقني في معناه اسم فيد أديني الثلث انتير السدس ان سيزيام ثيس ثمانية ان ويتيام وقيم ينقر الفروض المقدرة دايرنا ستة قلان أثنت نقسم في سن الأنواع لو مقارن النصف ونصف نصفه الربع والنصف ونصفه الربع ونصف نصفه الثمن يعني ان دومي ان كار ان ويتيام إلا النوع ويسين الثلثان يعني دو تيير نصفها اللي هي الثلث نصف نصفها السدس تجي قاس طريقة التدلي طريقة الترقي أدنيني الثمن وضعفها وضعف ضعفها السدس وضعفها وضعف ضعفها المهم سيجي هنا هذا وجه من وجوه الإعجاز الذي يستجيب لجميع احتمالات الدنيا دلعجب ياك لي بروبابيليتي الموند اثنتي ذاك العجب ماشي كاين الشعب الجزائري غا سعودي غا تونسي لا الشعب الصيني الشعب اكل شعوب العالم ياك كاين دي خلق ربي خلقيث يفضى يسنس الطريقه هي شيء عجيب لو كان يعني لا تساوي لا دناوي ذاك داطاش وتوالي مشى لي تكنيك صحاب لي مات دين الشبان الكذب عجيب لذلك علم الفرائض علم معجز لا مثيل له
ورسالة كتمثيل العلم ولا شيء جامع تفضل سوى ذي القرآن أكو ذي السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب طيب أصحاب الفورطة قلنا لأن 12 على كل حال أنواع 4 تلاوين 4 ذي رقازن 8 تلاوين ضعف ما دير مثلا البنت ثاقي من أصحاب الفروض يفذل سيد ربي القواليس وإن كانت واحدة فلها النصف كذلك ثيمات ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك يفذل الوالدين. أم بعد إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ذل عجب وكذا كيدي في ربي سبحانه يسمون نسن يفكاس نمور نسن نصيف نسن وقسم نسن أصحاب الفروض. السيسنا مكادير مثلا البنت ثيمات الأب الزوجة والتماس تشقيق والتماس فافاس والتماس يماس يلي سنميس إلى آخره. وكذا يوم يقان أصحاب الفروض سواء الغريدون خاطروا الشمال هذه التفاصيل إن شاء الله تعالى. طيب إلا نوع وسين مقارن العصبات وكذا النوع من الورثة ما إلا يون ديك السنة ديوي كل شيء ما إلا لان أصحاب الفروض أذيوي أين دي قولان أصحاب الفروض. مثال ما يموت يوني جد يون ميس فقط أمشي ردنيني ودي جاري النظام ودي جاري يما سلام طوثيس لا يليس ميس والو يجد كان ميس أمشي صنفضون أدنيني ميس أذيوي كل شيء. إما يموثيون سيليباتير يجد كان فافاس دايا فافاس هذه ورث كل شيء خاطر ذاك الأب يسعى الصفة النظام من العصبات هو من أصحاب الفروض وفي الوقت نفسه هو من العصبات. ما إلا يوني جاد مثلا ثمطوثيس يماس يليس أمشي راس نفضو أكو ذميس أدنيني ثمطوثيس تساوي 8 يماس تساوي 6 يلي ساكو ذميس الورثن الباقي تعصيبا خاطر البنت تتعصب مع الابن. إما يوني موثي جاد ثمطوثيس أكو ذكماس شقيق ذايا ثمطوثيس تساوي 4 يكماس شقيق هذا يوي كل شيء خاطر يسار ميزوارن الورثة ني غادي جات ثمطوثيس أكو ذكماس الشقيق ثمطوثيس تساوي 4 ماذا يكماس شقيق هذا يوي أكو يني ديقولان يعني تروكار أثنتياوي ياك لو كاديني الباقي تعصيبا في غاديني صنفة من العصبات ما إلا يون ذيك السن ولاش أصحاب الفروض أذي ورث كلش ما إلا لن أصحاب الفروض أذي ورثا أين دجان أصحاب الفروض. ولكن وكذا قلنا 3 الأصناف 3 الأنواع صنف مزوري سميس عصبة بالنفس سيسن مثال الابن الأب الابن الأخ شقيق وكذا يقارنسن أصحاب اسميس العصبة بالنفس. إلا نوع ويسين قارنس العصبة بالغير ذاكي إلى أرقاس تمطوث مثلا إيجاد يليس ذميس أنطبق فرس القاعدة دينا ربي القرآن الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إيجاد 30 جقطارا ميساك ذي يليس أم كان نفضل 30 جقطارا ميسا ذيوي 20 جقطارا يليس تساوي 10 إيجاد مثلا 120 مليون أمي سديوي 80 مليون يلي ستساوي 40 مليون. هذا هو يعني يوم بقشيش قبل تسنات ولاس في قبل يعني يستماس. أما كان داغي لا الأخت الشقيقة وكان الأخ الشقيق ذا الأخت لأب مع الأخ لأب ونطبقها فلاس القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك بالنسبة لبنت الابن وابن الابن مهما نزل. نوع وثلاثة اسم العصبة مع الغير ذاكي النثى كذا النثى مثلا حالتين ثم زواروث أن درثي لي يوني موثي جدول تمس تشقيق ثاكذ يليس أمشي راس نفضو يليس تساوي النفس والتمس تشقيق تساوي الباقي أي غار خاطر تجي قرنص عصبة مع الغير يعني القاعدة في بلغة الرياضيات أخت شقيقة زائد فرع وارث مؤنث يساوي أخ شقيق إرثا وحجبا. إما إلا يجد التماس فافاس
أكد يليس نميس يليس نميس تساوي النفس والتماس سبافاس تساوي الباقي تعصيبا أماكن ديكماس سبافاس. أخت لأب القاعدة زائد فرع وارث مؤنث تكون بنت بنت ابن مهما نزلت يساوي أخ لأب إرثا وحجبا، يعني ترث ما يرث الأخ لأب وتحجب ما يحجب الأخ لأب. وفارك نقلقها لك الشمذية ديال الحسابات إلى آخره. أسنج كان فكرة كانت إشارة أماكن رسالة باش هذا نزروا ذي العلم ذي العلم سوا زاليس ذي سليمات ذي المعادلات ذي كلش ذاخليس الله يبارك ذين الهان سواطاس لذلك نبي واش فيه صلى الله عليه وسلم إنك العلم كي غرست تيغدي وصان إنك ألا تغرم وتستغرم تعلموا الفرائض وعلموها الناس أغرست أنت تستغرم هذا وإذا غادي يسهل ديك السن كل شيء لا لوجيك المنطق الحساب كل شيء داخل مثل فهم ضيوث القاعدة تطبق سلسلة. طيب سيدي ثورة نروح يثمثن النوع الثلاثة من الورثة جيم اسميسن ذوي الأرحام. ذوي الأرحام كي من مرة الورثن ما ولاش أصحاب الفروض ولاش العصبات بار اوردر أما كيسن السلام. مثلا يوني موثي جد عمتيس أنت تكلاصي عمتيس ذوي الأرحام خالتيس ذوي الأرحام خاليس ذوي الأرحام يليس مجماس ذوي الأرحام يليس بلتماس ذوي الأرحام هذا وقيد الكاسمو يعني. وذلك طبعا طريقة التوريث لها ثلاثة طرق: طريقة أهل التنزيل، طريقة أهل الرحم، طريقة أهل القرابة، والمختصون يعلمون تفاصيل هذا الموضوع. ثلاث مثلا القاعدة الثانية ثورنا نفقن ذاك القاعدة الأولى ضبط تحديد أصناف الورثة. القاعدة الثالثة مهمة تقرير قواعد الحجب. جماعة الخير مريخين الفلاني حجبيث الفلاني خاطر ميزوارا في كذا قواعد اللي انت ذي الشرع سيدي ربي وسقرارا اسفك سلفغي وخاطي طبق الفغي سيدي ربي ما يوني حجبيث ربي حجب النقصان اكني قلا ما الى حجب الحرمان حجب الاسقاط اكني قلا حجب النقصان. شو المعنى النوع الاول؟ المعنى نقل الوارث من نصيبه الاوفر الى نصيبه الاصغر. مثلا ثيمات ما إلا ميسيمي قموث ودي جارة الدرية أتورث تيس ثلاثة ما تورث نتساث أتورث سميس تيس ثلاثة أشيمي يغار خاطر ميس ورسالة الدرية إما إلا يجاد ميس نغيليس ذا شا تورث يماس أتورث تيس ستة سي انتير تغادر انسيزيام وكي قارنس حجب النقصان خاطر انسيزيام بلوس انسيزيام ديفرانتير يعني معناه نكساس النفس يسكسر بيع لك ماشي دوكني وكي ذيك اسرار في علم الفرائض اسرار كثيره جدا. الوغ قاس حجب النقصان كذلك يوني مثجه تمطوفيس ما الا ورساله نتسا الدريه اتورث في أربعة اما يسعى الدريه اما يذس اما استمطوط مزواروث أتورث في 8 في الانكار ثغال 8 انكار سيتادير نتا دوبل 8 دوبل نويس 8 في سيدي ديطاي معنى كل شيء يوضح يفيد ربي سبحانه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولكن يتمثل حجب الحرمان داين النظام نوع ويسين حجب الحرمان فيك سياك ولا شياك سيتادير يورث والو وإذا كذا يسعى قواعد الحجب منها قاعدة الجهة منها قاعدة الدرجة أو قاعدة الإدلاء ومنها قاعدة قوة القرابة. أدفتا كان الأمثلة باش ديفان ما يوني يموت إيجاد فافاس عميس ولا يورثن أدي ثورا كيني موثا تجي غد فافا عمي فافا غادي يورث كلش عمي ولا يورثها أي غار خاطر فافا يقرب غوري عمي يبعاد في اللي بارابور فافا ذا عمي ولكن رغوري وفافا ينتمي إلى جهة الأبوة وعمي ينتمي إلى جهة العمومة وجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة. يوني موثي جد ميسا كذجماس أم كيران فضو تريكياكي أشينيغ ميسا ذي يورث كل شيء جماس والو محجوب حجبة حرمان
هذه ضياع عجب هذيك ماس أكيني غنعام خاطر يجاد أميسني يروح على الجهة اسميس جهة البنوة يجماس يروح على جهة الأخوة جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة وقيم يقارن الترجيح بالجهة أو الحجب بالجهة هذا إلهم يقارن قاعدة في سنة الحجب بالدرجة مثلا يوني موثي جاد ميس أكو ذميس نميس ورا يورث داكي ذميس اي بورتون اميس اكو ذميس نميس تشركيت من الجهة جهة واحدة ولكن يكون الترجيح بالدرجة معناه الابن مقدم على ابن الابن لأنه أقرب درجة إلى الميت طبقا لقاعدة أخرى اللي تقول كل من أدلى إلى المورث بواسطة يحجب بوجود تلك الواسطة ونزميرا راه نفكتريكا إميس نميس ميسيلا ليكسبسيون الاستثناء التنزيل مقارن الوصية الواجبة وكي موضوع طاس نتفاصيل قلان نيغاو نتديو الواس وين مقارن اوزو سيتادير ما يموثيوان ذي الحياة بافاس نتسيجاد الدرياس زيك ذي تقبايليث ذي المجتمع الناغ الجزائري امشي خدمان ادياس جديس بوراشني اكونيني الغاشي المؤمنين اتشهدم باللي مياكين اجموثن يسعد دريا اثنا راويس اثنزوغ ذو قمكان بافاسن قمكان مني وكي قنصوزو بعد وكي قبل 84 دي ثمورة الجزائر ولكن سي 84 1984 السا اللي فغد القانون لا لوا 84 ومقارن قانون الأسرة القانون تواشولت يزاثن القانون ثورة ونسقسيارة نخدم لونكيت ما يزاثن جديد سن خاطي ثورة يزاثن القانون إذا ديني من القانون كان سيدي فاكين القانون سي الشريعة ورتساقواد وتحرر كان القانون كي يسعى غزار غير الشرع انسيدي ربي وين يبغان هذا يروح لي زارتيكل لارتيكل 169 170 171 172 في كذاكي مواد قانونية متعلقة بالوصية الواجبة أو التنزيل هذا قاعدة نظام الحجب ثالث اسمها قاعدة قوة القرابة يعني أتفض يوني جاد جماس شقيق أكو جماس سفافاس دومي فرير جماس سفافاس أم كاس نفضو كذاك أشيني جماس سفافاس هذا يوي كل شيء جماس شقيق هذا يوي كل شيء جماس سفافاس ويتساوي والو محجوب ويثي حجبن جماس شقيق ذا شو السبة ثلاث القاعدة اسميس قاعدة قوة القرابة الأخ الشقيق مع الأخ من جهة الأب يشتركان في الجهة ويشتركان في الدرجة ويفترقان في قوة القرابة فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب بقوة القرابة فهو حاجب له قاعدة ثمان يجمع كشقيق يزوار هذه يجمع سبابة يما ويض ذيماك السبابة أثي حجبياك يجمعك سيماك في حجبارة سبحان الله يجمعك سيماك أذيوي أن سيزيام يجمعك شقيق أذيوي الباقي إما إلا يجمعك سبابك أكو يجمعك سبابك سيماك يجمعك سبابك وتساوي والو يحجبيث يجمعك أشقيق قواعد سيتدير عسكري مانيك طبق القواعد وتساوي ذرا أتسيدير جيست عادل ثور القاعدة ثانية قالوا ثساق الدرس بوساق خفيف اسمس قاعدة تقرير قواعد التخارج قواعد التخارج شو المعنى يس قبائل قانص دم سفر معنى تصالح الورثة فيما بينهم بإخراج أحد الورثة أو بعضهم عن نصيبهم من الميراث لفائدة لصالح الورثة الآخرين نظير أو مقابل بدل مقابل عوض إما من الميراث شيء من أشياء الميراث يتفق عليه أو من غيره تجي يعني التعريف الاصطلاحي
ثورة مثلا سمحتي أقلق نكويد الورثة فضيلة الشيخ والشيخ وكذا نكويد الورثة باباتنا يموت إيجاد ثموث إيجاد تحانوت إيجاد كاميون هذا نكويد ثلاثة درك الشيخ شعبان واش تخيل ثمورث ناض تحانوت ناض كاميون هذا الشيخ شعبان كي قال كذا اختار ثمورث الشيخ واش تخير التراب ولا الكاميون ولا الحانوت نعم تراب هاو الشيخ ثاني خير تراب الله يبارك وانا نخير تحانوت سيرتو ما ديال لاكروندوري الله يبارك صافي وتصالحنا نديروا كاين اما خاوه بيناتنا والحاج موسى الله يبارك بيناتنا ما شاء الله خاوه بدعوه الخير اسيدي قال ما جبناش ليكسبير ما تزعفوش لي زيكسبير خدمنا خاوه بلا ما نقيموا تراب الله يبارك كبيره هما خلاو لي الحانوت وانا خليت لهم حقي في التراب هما خلاو حقهم في الحانوت والكاميون هذا اما يكون بيناتنا شريك نبيعوه ودراهم نفرقوهم ديفيزي بار 3 جاب 300 مليون 100 مليون 100 مليون ماشي غايه فريناها هذه اسمها الاميابل طريقه وديه نخدم تخارج نمسوفاغ خاطر تحانوت اللي جانيت وحدي لو كانت نشريك ياك مشكله لا كونطابيليتي طلع هبط وكذا نمسوفاغ وكي قرصه مسوفاغ تخارج تبوث ما الا نبغى دناوي ليكسبير با بروبليم ادناوي ليكسبير فونسيي الى اخره اخذ من الحسابات اخذ من الاستيماسيون وكذا يعني ثقيت لها انت سناث ولكن فرونت ثلوفا انفضو تريكا انحرز تاكمات وذزدين ولون وذشبحن وذمون يثمثل طولار في اللون وكي قواعد التخارج لن قواعد النظام على كل حال ذا كان نكمل ذي الدروس ان شاء الله فقه السنه النبويه الدرس القادم انفذ ان شاء الله تعالى نكمل مازال غير الاقتصاد الاسلامي مازال غطس النقاط قوى السليق ولكن قبل نختم ان شاء الله يتمثل اكون سميكتي غاد سميكتي غيماني وسوين دينا ربي سبحانه ذي الميراث ربي سبحانه كلا رزقاكي ذي كيكون ديف كان تريكات ولكن وستثار بلي ثمور تبديلي مولان فضوس تريكا كي يبغى ربي ذنفي اتحرز مثاك ما تنوان ثاذوك نوان وتعيش مذي لهنا وتربح مذي رزقني الفاركه وتفغار خامنوان خاطر سنيه ولاش تيحرشي ولاش نماره ولاش زكاره ولاش يراوال ولاش يرمسلاي ونفتو يرى ذا التريكاكي اكن مثلا أن يورثوا غادر فافيس ربي سبحانه أكن دين ربي القرآن الكريم يناد ولله ميراث السماوات والأرض لذلك قراءة سريعة لبعض الآيات من دين ربي في سورة النساء بدءا من الآية السابعة يناد للرجال رب رجال ديوان من ديل الفطل يريم ذاند يهضر ربي خلقيث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين المدين ربي سبحانه آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما إلى آخر الآيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام